لما تقرري تعملي مكرونه يبقى لازم تعملي الطريقه ديت من غير سليق خالص، وهتعملي المكرونه بطريقه سهله وبسيطه وكمان طعمها حلو قوي. يلا بينا نشوف النهارده الاكله بتاعتنا ايه من غير لحمه ومن غير فراخ. اول حاجه جبت معايا حله على النار، حطيت فيها شويه من الزيت ونزلت بكميه المكرونه اللي انا عايزاها. طبعا المكرونه اللي انا هعملها النهارده المكرونه الصغيره اللي هي مرمريه، طبعا هي ديت اللي هتلاقي على الوصفه بتاعتنا. اي نوع مكرونه تاني ممكن يتعرض للكسر كده وتبقى مش حلوه خالص وشكلها النهائي ما يعجبكيش. الصغيره ديت هي دي اللي هتقوم بالواجب. نزلت بكميه المكرونه كلها اللي انا محتاجاها وبدات اللي انا اقلبها وايديا فيها على طول عشان ما تبقاش واحده وواحده. في المرحله دي لو انت حابه تضيفي مكعب من المرقه مش هيقولك لا. كده دخلت في التحمير بالشكل دوت كده. طبعا انا ما ضفتش اي حاجه تانية خالص. هنضيف بقى ايه؟ هنضيف شوربه. لو انت عندك شوربه برضو مش هيقولك لا، سواء شوربه لحمه او فراخ، الموضوع هيكون جميل وزي العسل. هنا حطيت ايه بعد ما المكرونه اتحمرت؟ نزلت كده بفصين من التوم المهروسين، وهبدا اللي انا اكسرهم كده لاني كانوا محطوطين في الفريزر. وبعد كده نزلت بطماطميه متقطعه مكعبات. والحاجات اللي انا هحطها ديت اختياريه، لو مش عايزه تحطيها براحتك، لكن هتدي للمكرونه طعم حلو قوي. نزلت بعد الطماطم نزلت بقرن فلفل رومي متقطع مكعبات. ولو عايزه حراق مفيش اي مشاكل، ده هيودي المكرونه في حته تانية خالص لو ليكي في الشطشطه. بعد كده مستمريه في التقليب بالشكل دوت كده لحد ما الخضار كده يبدا اللي هو يتشوح معايا، وكمان التوم يتشوح معايا. هكون محضره بقى معايا الشوربه اللي انا هحطها. لو ما عندكيش شوربه حطي ميه برضو مش هيقولك لا خالص. هنا جبت معايا المصفى علشان خاطر بس الشوربه اللي انا هحطها فيها كده اعشاب وفيها خضار، ومش عايزه الحاجات ديت تنزل معايا على المكرونه. فبدات اللي انا اصفي الشوربه بتاعتي كويس جدا بالشكل دوت كده. يا سلام لو عندك شوربه فيها لحمه برضو تحطي قطع اللحمه جوه المكرونه هتديكي نتيجه كويسه جدا، بس لو مفيش مش هتقولك لا. وطبعا زي ما قلتلك بديل الشوربه تقدري تستخدمي ميه ومكعب مرقه لو انت حابه. خلاص كده خلصنا؟ لا لسه. هنحط ايه؟ هنحط بقى التوابل وهنحط معلقتين من الصلصه. هنظبط الاداء بتاع المكرونه عشان النتيجه تبقى كويسه ومرضيه عنها. حطيت معلقتين من الصلصه، معلقتين كبار كده محترمين. نزلت بقى بالتوابل اللي انا هقولك عليها دلوقتي: الملح والفلفل الاسود. وطبعا لو انت حابه تضيفي اي نوع توابل براحتك خالص. حطيت كمان ربع معلقه صغيره من السبع بهارات، هيدي نكهه حلوه جدا للمكرونه بتاعتنا النهارده. وكمان هحط شويه صغيرين من البابريكا، ولو عايزه تستبدليهم بالشطه برضو مفيش مشاكل، ده لو ليكي في الحراق. بس كده. وطبعا الملح هقلب كله مع بعضه وهسيبه بقى كده على نار هاديه. الاول هسيبه على نار عاليه تاخد غلوه، وبعد كده هوطي النار بقى واسيبها تعيش حياتها. عايزه اقولك هتاكلي وتدوقي احلى شويه مكرونه طعمهم لذاذ جدا من غير سلق ومن غير اي حاجه. طبعا لو انت مش حابه تعملي جنبها حاجه مفيش اي مشاكل، لكن ممكن بقى تعملي جنبها اي حاجه انت بتحبيها سواء لحمه او فراخ. ده كده شكل المكرونه بعد ما استوت معايا. بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. وطبعا لازم يكون فيها كده شويه من الصوص عشان ما تبقاش ناشفه كده وطعمها مش حلو. طفيت عليها النار ويلا بينا نغرفها ونشوف التقديم بتاعها عامل ازاي، ونشوف كمان المكرونة قوامها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله حاجة كده تستاهل بقك. على فكرة طعمها حلو جدا لو جربتيها بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها. يلا حطي اللايك بتاعك واكتبي لي تحت في الكومنتات بتتفرجي عليا منين، وما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وقولي لي بتعملي المكرونة بنفس الطريقة ديت ولا ليكي تكاية تانية قولي لنا عليها ان شاء الله بإذن الله نجربها. بس كده خلاص، بحبكم في الله والسلام عليكم.